بالنسبة لسؤال السرقة عند الأطفال، إزاي أفرق بين إنه طفل مش مدرك و... وإمتى أقول إنه ده لازم يروح لمتخصص أو لأ، وإيه سبب السرقة أصلا وعلاجها إزاي؟ الموضوع ده يا جماعة موضوع خطير جدا وانتشر في الأيام الأخيرة بين الأطفال. فلما أقول على طفل بيسرق، دي أصلا جملة خاطئة. ليه؟ لان الطفل عنده حاجتين. اولا، الطفل لسه ما يعرفش يعني ايه ممتلكاتي وممتلكات الغير، المعلومة دي مش عنده اصلا. يعني ايه؟ يعني طول ما هو ما عداش السن ال21 سنة اللي هو بيسموه سن الرشد، فاقل من كده بيسمى طفل. ده عند ربنا يعني. لان سن 21 سنة هو سن الاكتمال العقلي. تاني، سن 21 سنة هو سن الاكتمال العقلي في الإنسان. يعني المخ بيفضل مش مكتمل لحد سن 21 سنة. سن 21 سنة بيكتمل العقل تمام. فقبل 21 سنة الطفل ده، حتى لو قدامك بسم الله ما شاء الله شخص كبير وطويل وعريض، احنا قلنا قبل كده انه سن المراهقة الجسم بياخد الشكل الأخير للإنسان اللي هو شكله وهو شاب، ولكن بيفضل المخ صغير زيه ما كان طفل. فبيبقى جسم كبير ولكن بعقل طفل. امتى بقى اقدر اقول انه بقى راجل كبير؟ عند سن الاكتمال العقلي وهو سن الرشد، اللي في الحكومة عندنا وفي كل الاوراق التوثيقية بيبقى هو ده السن الطبيعي للانسان يقدر يتحكم في ممتلكاته. يعني مثلا لو يتيم، مش بيدوله اي ورث ليه غير لما يكمل سن ال21 سنة، عشان هو ده سن اكتمال عقله تماما، بيبقى راجل بالغ راشد. تمام كده؟ طيب، قبل كده، قبل السن ده، الطفل ما بيبقاش عارف يعني ايه ممتلكاته وممتلكات الغير. احنا بنفهمها له بالراحه. لما اقول له حبيبي انا لو جيت اخد منك ال الكراسه بتاعتك او الشنطه بتاعتك هترضى؟ هيقول لي لا دي بتاعتي. اه، افهمه زي ما انت قلت على دي بتاعتي، هي برضو الشنطه التانية دي بتاعت صاحبك، فهي من ممتلكاته، زي ما انت ما بتحبش ان حد ياخد ممتلكاتك. فنبدأ نفهمه القصه دي. فدي نمره واحد. نمره اتنين، ما يتقالش على طفل سارق. ليه؟ لانه لا يعرف اصلا السرقة، هو مش فاهم ان دي سرقة. امال امتى اقول ده سارق؟ الكلمة دي تتقال عليه لما يكون عدى ال21 سنة. ساعتها اقول سارق. ليه؟ عشان هو مخه فاهم بقى، ده بقى راجل كبير خلاص. نبدأ نقول عليه لو سرق يبقى ده سارق، وتقام عليه حد السرقة اللي احنا اصلا ما بننفذوش. تمام. ولكن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن السرقة، والسارق والسارقة، وقال الحد بتاعهم، تمام، ده كان عن اللي بلغ 21 سنة. فنيجي نقول ايه بقى اللي حاصل، او ايه السبب انه كل دلوقتي نسمع ما بين حبة اطفال كده طفل بياخد ايه الحاجات. في علم النفس اكتشفوا ان ده اسبابه كتيرة قوي، وانا هقولك على اول سبب، وده منتشر جدا. انه الطفل ده يكون عنده احتياجات عاطفية، يكون عاوز يتشاف، محتاج يتقدر، بيلفت الانتباه. فده أول سبب. إنه أنا ممكن أكون بلبيله رغباته المادية بس ما بدلوش أحضان وبوس، فالطفل محتاج ده جدا. ممكن أكون أب قاسي أو أم قاسية، فالطفل محتاج حنان وحب منهم. نمرة ثلاثة، ممكن أكون مش متشاف أصلا. أنا إخواتي متشافين وأنا اللي محدش شايفني. انا بلبس وبتشيك وبتكلم، محدش بيسمعني، محدش بيشوفني، محدش بيعلق لي على لبسي الحلو اللي انا لابسه، ولا على الطقم الجميل اللي انا عامله النهارده، ولا على دراستي اللي انا بذاكر وبجتهد فيها. ففي حاجة اسمها الاحتياج الى الشوفان. انا عاوز اتشاف. انا عاوزكم تشاوروا عليا وتقولوا انا موجود. حضرتك او بابا مش عارفين تعملوا ده، او ما حسيتش منكم ان انا متشاف، ابدا اعمل حاجه غير طبيعيه بحيث ان انتوا تشوفوني. فترد الام تقول لي يعني يعمل حاجه غلط نزعق له هو كده ان احنا كده هنشوفه؟ لا، هو مش فاهم يوصل لكم انك تشوفوه ازاي، فبيوصلها بالطريقه اللي هو شايفها. اما اخد حاجه بقى، اسحب حاجه من حد فتبداوا تشوفوني، ما انتوا لما تزعقوا لي لما تزعقوا ليا يعني هتشوفوني.
هبقى حاجة مهمة في البيت. في ناس على فكرة وده بيسموه الشوفان السلبي، يعني بيعمل حاجة غلط علشان لما الناس يعني اهو تزعق له والكل يتكلم عليه يقول لك انا اتشفت اهو، انا كده بقى اخدوا بالهم اخيرا ان انا موجود، بس انت يا ابني عملتها بطريقة غلط، فهو مش فاهم ده. فخلي بالكم الموضوع ده جدا ممكن يكون محتاج يلفت الانتباه عشان محدش باصص له او اخد باله منه. ممكن يكون ولد مدلل، انا بقولك الاسباب بقى. ممكن يكون من كتر التدليل والدلع الزايد، فخلاص بقت عنده كل حاجة بتجيله بسهولة، يبقى كل بيترجم عنده كده بقى ان كل حاجة انا عاوزها اخدها. يعني لو بابا او ماما بيلبوا له كل طلباته بسهولة من غير تعب، وعشان كده بنقول يا جماعة التربية محتاجة انك تعرف الطفل ان كل حاجة قصادها حاجة. كل حاجة قصادها حاجة. حبيبي عايز هدية، طب جيب لي درجة حلوة في الامتحان. عاوز تتفرج على التلفزيون يبقى تقعد تذاكر شوية. عاوز ماما تنزلك النادي يبقى النهاردة تعمل الهوم وورك بتاعك. عاوز بابا يجيب لك آخر الأسبوع الهدية الفلانية، يبقى حضرتك تساعد ماما في البيت. شايفين كل حاجة قصادها حاجة. لازم يتعلم ده. لكن لو احنا دايما كل طلباته بنلبيها من غير ما نطلب منه مجهود يعمله، الطفل بتترجم عنده على طول لرسالة ان كل حاجة بتاعتي وكل حاجة عجبتني اخدها. فممكن يكون ماشي مع صاحبه في مكان وشاف حاجة عجبته، ممكن يمد ايده وياخدها من غير ما يستأذن او يدفع لها فلوس. ليه؟ لان هو ما اتعلمش ان كل حاجة بمقابل. هو اتعلم ان كل حاجة تعجبه بتبقى عنده، بتبقى بتاعته. فخلي بالكوا لو انتوا بتدللوا الطفل ده وبتدلعوه وطلباته مجابة من غير مجهود منه، ده سبب من اسباب السرقة. من اسباب السرقة برضو ان انا ممكن اكون حارمة الطفل من حاجات مهمة هو محتاجها. يعني أنا في مرة أم جات لي قالت لي أنا على طول بحرمه من المصروف علشان خاطر هو مزعلني أو بيعلي صوته عليا أو أسلوبه مش حلو معايا. فهي مش مثلا مرة بتدي مصروف ومرة لأ، أو بتعاقب بطريقة مختلفة، لأ هي على طول حرماه. فالحرمان من الحاجات الأساسية اللي هو محتاجها. بينزل المدرسة وبيشوف صحابه، وصحابه معاهم ساندويتش ومعاهم حاجة بيشربوها ومعاهم حاجات حلوة ومعاهم شيبسي وبسكوت ومش عارفة ايه، هو معهوش فلوس يجيب ده. ده ممكن أدعى ان هو يمد ايده على فلوس غيره وياخد عشان يجيب لنفسه. فخلي بالك من الحرمان الشديد مش صح. يعني لا الدلع الجامد صح ولا الحرمان الجامد صح. مش كل حاجة يا جماعة تعاقبوا بيها الفلوس. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأصدقاء. أصدقاء معاه عاملين ازاي؟ الأصدقاء يا إما كويسين يا إما وحشين، ملهمش تالت. فانا لازم ابص ابني لو في اعدادي ولا في ثانوي مين اللي معاه، مين اللي حواليه، لان الصاحب ساحب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ المرء على دين خليله، مش على دين الاسلام، قال لنا على دين خليله. فانت شوف صاحبك ده دنيته ايه وانت هتعرف انت ماشي ازاي. لما يكون مثلا اصدقاء كلهم سوء، بيفتحوا الموبايل يتفرجوا على افلام مثلا مش كويسه، او مش متربيين وصوتهم عالي ولسانهم مثلا بيقول الفاظ مش كويسه، او يكونوا هم اصلا عايزين يسرقوا حابين الموضوع ده ويلا وتعالى وناخد كذا ومش مشكله وطز فيه، المهم إن ما يبقى معانا فلوس وهكذا. في ناس يا جماعه بتحلل السرقه، بتحللها. يعني هو طفل مش فاهم الحلال والحرام قوي، ولكن ممكن صاحبه يقول له كده، يقول له هم معاهم مش معنى احنا يبقى احنا من حقنا ناخد زيهم مثلا. بيخترعوا كلام عشان يخلوا المخ مبسوط، يعني الضمير بينيموه على جنب. واحنا طبعا بنتكلم على يعني اطفال تحت السن القانوني، فلسه مش فاهم حاجات كتير في الدنيا. فخلي بالنا من الأصدقاء، لأن ممكن الأصدقاء هم يكونوا سبب إن هو بدأ يمد إيده، أو حد قال قدامه ده أنا خدت من بابا من وراه، أو سحبت من صاحبي وما حصلش حاجة وما حدش شاف، فالطفل يبدأ يترجمها إنه ده عادي. اللي بيتفرج عليه إيه؟ لأن على فكرة الإنسان ربنا خلقه كائن مقلد. يعني عايزة أقول لكم إن أغلب الحاجات اللي مبوظة المجتمع دلوقتي كلها تقليد. من ساعة ما أفلام كتيرة دخلت عنف، الأطفال بقت بتقلد وعنيفة جدا في المدرسة. من ساعة ما الكرتونات بقى فيها حاجات مش كويسة، الأطفال برضو بقت بتقلد. من ساعة ما بعض الحاجات اللي داخلة علينا زي التركية والحاجات الأجنبية والكلام ده برضو الناس بقت بتقلد. فأنت الطفل ده كائن مقلد أساسي. فاتفرج شوف هو بيبص على ايه وبيشوف ايه. مش يمكن اتفرج على كذا مسلسل كان فيهم موضوع السرقة؟
وانه الطفل ما تعاقبش جوه المسلسل مثلا، فهو بيقلد حاجة شافها وعجبته، ولقى انه الولد بعد ما سرق بقى معاه فلوس كتير او جاب لنفسه الحاجة اللي هو عاوزها، فراح بدون وعي يعمل كده عشان بيقلد. تمام. فخلي بالنا لان اسباب السرقة كتيرة. عدم العدل بين الاولاد. لو انا عندي ولدين او ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في اولادكم. العدل بين الأولاد ده مهم جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب مننا إن احنا نعدل بين أولادنا. لأنك لما بتميز واحد عن التاني، أول حاجة بتعمل حاجة اسمها مقارنة. فالطفل يبدأ يقارن نفسه: هو بابا بيحب أخويا ليه عني؟ هي ماما ليه عندها أختي مثلا أفضل مني، أو بتحبها أكتر مني، بتبوسها أكتر مني، بتقرب منها وبتجيب لها هدايا أكتر. خلي بالكم من النقطة دي. فلما الطفل بيبدأ يقارن نفسه بأخوه اللي عايش معاه طول اليوم في البيت، بتحصل حاجة اسمها غيرة، والغيرة دي بقى بتولد بعد كده الأمراض القلبية اللي بتجيب حقد وحسد وضغينة وقصة كده. يعني مش صح خالص خالص إن احنا نخلي في قلوب أطفالنا من هم صغيرين الغيرة والمقارنة. فأنت لازم تعدل بين أولادك، هم كلهم جم من رحم واحد اللي هو رحم زوجتك مثلا، وفي نفس الوقت كلهم أولادك من صلبك. فما ينفعش إن أنت يعني تحب حد اكتر من حد. ممكن يكون في القلب في حد مقرب شوية، ماشي، بس ما تبينش ده، يبقى ده جوه قلبك بس. فنخلي بالنا من النقطة دي جدا، لأنه ممكن طفل يكون بيعمل فعل السرقة لمجرد إنه متغاظ إن باباه أو مامته بيفضلوا أخوه أو أخته عنه، فبيعملها عشان يغيظكوا أو يضايقكوا، أو حتى يخليكوا تنتبهوا ليه. ف يعني ده سبب. في سبب كمان، انه يكون ممكن في مرة اتقسى عليه جامد، يعني اتعاقب معاقبة شديدة. ساعات الأبهات والأمهات بيبقوا أوفر بصراحة. يعني الطفل يبقى عامل حاجة عادية أو حاجة بسيطة في الخطأ، وتلاقي العقاب أوفر، أو تلاقيه 10 عقابات في بعض. يتحرم من المصروف ومن النادي ومن المدرسة ومن صحابه. إيه في إيه؟ لما تعاقب عاقب على قد الفعل. عمل حاجة صغيرة يبقى قصادها حاجة صغيرة، عمل حاجة أكبر شوية يبقى عقاب واحد بس، مش تعاقبه 5 عقابات في بعض. فده بيخلي ساعات الطفل يقول لك إيه: طب خلاص، مش أنا بقى تعاقبت عقاب شديد، أنا بقى هضايقهم. فيبقى ردة فعله إنه يضايق الأب أو الأم، أو يضايق حتى الناس اللي بره، في إن هو يسرق أو ياخد حاجة، عشان في الآخر الأب والأم هيعرفوا فيبقى ضايقهم. فده برضو سبب من الأسباب. فخلي بالك السرقة عند الأطفال اللي هم أقل من سن 21 سنة ليها أسباب، مش عشان هو لقب باللقب ده. لازم تدوري على السبب إيه. الحاجة المهمة قوي بقى إن ممكن يكون عمل كده مرة وهو صغير مش أخد باله، حضرتك اللي اديتيله اللقب. والطفل زي ما بتقوله بيعمل لك بالظبط زي العقل البشري كده. فلما مرة مثلا وهو صغير قوي كان اخد 10 جنيه من اخوه، ما كانش قصده او ما كانش فاهم، واخدنا ال10 جنيه وفهمناه وبتاع، تيجي بعد كده في كل مشكلة يعملها او غلطة تقولي له ايه: ما انا عارفاك حرامي، هو انا فاكر لما انت سرقت قبل كده ال10 جنيه والله ما ناسيها لك. انتي خلاص لقبتيه بلقب الحرامي، فهيبقى حرام. يعني انتي اللي اديتيله اللقب. فخلي بالنا لانه الاطفال بتعمل اللي احنا بنقوله لهم. احنا بنسميهم ايه بيعملوا. عايزاه طفل محترم ومتربي وكويس، انتي بتربيه تربية حلوة، يبقى دايما تقولي ان ابني كويس الحمد لله، لا ده متربي ابني انا فخورة بيه، ده مؤدب، ده كذا، هيعمل لك ده. اما لما حضرتك تديله القاب: انا عارفاك كذاب، يبقى هيكذب كتير عشان يثبت لك انه كذاب. انا قبل كده شفتك وانت بتسرق يا حرامي، انت اديتيله كلمة فهيعملها لك. فاوعي اوعي وانتي عندك طفل او طفلة تحت سن ال21 تقولي له القاب غلط، لان بكل بساطة انت كده يعتبر انت اللي هتوديه انه يبقى حرام، انت اللي هتخليه يبقى كذاب، انت اللي هتخليه يبقى بخيل. فخلي بالكم يا جماعة من التربية بتاعتنا، هي ساعات اللي بتطلع الولاد غلط واحنا ما بنبقاش قاصدين ده. فده سبب برضو من الأسباب. ما تعايريش الطفل بحاجة عملها غلط قبل كده. تفهمي انه الطفل ولسه بيتعلم. يا جماعة، لو الإنسان ما غلطش واتعلم ما كانش هيبقى إنسان. يعني
هو ربنا خلق البشرية كلها للتعلم، وقال كده في القرآن: وعلم آدم وعلم. الوحيد اللي جاي يتعلم. عمركم شفتوا جن ولا جنية رايحين الكلية ولا رايحين ثانوي ولا عنده درس؟ عمرك شفت البوبي ولا القطة ماسكين كراسة وشنطة، وأصل أنا عندي درس كمان شوية عند مستر فلان؟ فنخلي بالنا بقى. البشري هو الوحيد اللي ربنا خلقه عشان يتعلم. طب هيتعلم من ايه؟ هتقولي هيتعلم من المدرسة، هيتعلم من أخطائه برضه. الاتنين تعلم على فكرة. يعني أنا بروح المدرسة بتعلم، بروح الكلية بتعلم، وبعمل غلط وبتعلم برضه منه. فهو بنيت الدنيا على مبدأ الخطأ، إن الإنسان يغلط فيعرف غلطه. اللي اخترع المصباح الكهربائي، مين فيكم قاري في التاريخ بقى والعلم والعلوم القديمة؟ تمام. اللي منور لنا حياتنا كلها المصباح الكهربائي ده. حضرتك تقدري تقعدي من غير نور؟ لا، ده لما النور بيتقطع كلنا حرفيا بنبقى متضايقين جدا. اهو اللي اخترع المصباح ده يعني اخطأ كتير قوي، بيقولوا 99 مرة عبال ما نجحت معاه اخر مرة. ففي ايه ده؟ لولا ان هو عنده صبر والله العظيم غيره كان من اول مرتين ثلاثة قال السلام عليكم. واحنا كلنا ما عندناش صبر اصلا على الخطأ. يعني لو في حاجة ما ظبطتش معانا خلاص بنسيبها ونمشي. هو فضل صابر لحد ما ربنا كرمه واخترع. بس ايه؟ اخترع حاجة فادت البشرية كلها إلى يوم الدين، هتفضل الناس فاكراله الأمر ده. فخلي بالك قوي انتي بتقولي لطفلك ايه او بتتكلمي معاه ازاي، وفي نفس الوقت بتغفري له زلاته ولا لا. او الغلط اللي غلطه قولي له: حبيبي اتعلم من غلطك، المرة دي عدت الحمد لله، المرة الجاية ممكن تبقى صعبة، او ممكن بابا يعرف، او ممكن الميس تعرف، او كنت اتفضحت في المدرسة او كذا. ففهميه. الأطفال يا جماعة محتاجين توعية، احنا ما بنعملهاش معاهم حقيقي بجد. الملفات اللي جوه عقل ولادنا فاضية. حضرتك قولي لي كده كم مرة بتكلميه وتوعيه وتفهميه بالراحة؟ لأن كل الكلام اللي بتقوليه وانتي بتزعقي ده واقع في المية، ما تحسبيهوش. طول ما انتي بتصرخي وانتي بتقولي له هو ما بيسمعش حاجة. تمام. عايزة تعرفي انتي بتفهميه ايه؟ هاتيلي بقى كم مرة كلمتيه بالراحة. كم مرة قعدتي معاه كده بالراحة وبالعقل كده وطبطبتي عليه؟ قولي له: أنا عايزة أفهمك حاجة بس اسمعني واحدة واحدة، كذا كذا كذا. إلا إحنا على طول بنزعق وبنتنرفز وبنتعصب ونصرخ في ولادنا. فالحاجات دي ما بتدخلش معلومة على فكرة. هو ما بيدخلش في مخه غير إن ماما كانت بتزعق بس. اللي داخل في مخه إن الصوت كان عالي ساعتها. إيه بقى اللي جوه الصوت ده ما يعرفوش، لأنه مركزش. العقل بيركز في حالتين: يا إما حضرتك بتتكلمي بصوت هادي وواطي فأنا منتبه ليكي، يا اما بضحك. كلام، اي كلام بيتقال في الضحك والهزار اي طفل بيدخل جوه مخه هوا في ثانية. ليه؟ لان الطريقة اللي داخل بيها الكلام ممتعة للمخ. عشان كده الافيهات احنا بنحفظها صح. لو في اطفال بيسمعوا مثلا افلام او بتاع تلاقي حافظ الافيه. الكلام اللي بيتقال جوه المسرحيات والكلام ده بنبقى حافظينه صم، لانه اتقال بضحك فدخل في العقل بسرعة. اما الكلام اللي بيتقال مع زعيق، مع عصبيه، مع عياط، مع وجع، بتقرصيه وانتي بتقولي له مثلا، بتخبطيه وانتي بتقولي له، بتصرخي وانتي بتقولي له، خلاص هو ما خدش باله غير من الالم بس، ان كان في خبطه، كان في صريخ، كان في وجع. لكن الكلام اللي اتقال ده مش داتا دخلت اصلا للمخ. فخلي بالك من النقطه دي. اقعدي واتكلمي مع ابنك بالراحه وقولي له ايه السبب، افهمي منه، وحسسيه انك مشفقة عليه وبتحبيه قوي وعاوزة تخلصيه من الأمر ده، أو عاوزة تقفي جنبه وتساعديه. لأنه كل اللي بيحصل طالما في سن أقل من 21 فكل ده هو احتياجات نفسية عند الطفل وليها أسباب، ما هيش سرقة أبدا.